ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض فايش الافران بطريقه سهله خالص. عندي كيلو من الدقيق، نص معلقه صغيره من الملح، عندي كوبايتين من الحليب بس حطيت كوبايه دلوقتي وهحط كوبايه بعدين، وعندي خل، وعندي ميكس زيت على سمن، وعندي معلقه كبيره من الكركم، وثلاث معالق كبار من الخميره الفوريه، وثلاث معالق كبار من السكر. هي دي المكونات بتاعتنا. هنحط كل المكونات الجافة على الدقيق. حطينا الملح، وحطينا الثلاث معالق كبار من الخميرة الفورية، ما يعادل كيسين من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من الكركم، وثلاث معالق كبار من السكر. ونقلب المكونات دي كويس جدا بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هنحط السوائل بتاعتنا على الدقيق. انا هنا حطيت كوبايه واحده من الحليب جوز الهند، لان في كوبايه تاني بس انا سبتها على البوتاجاز تكون دافيه شويه، لان لازم حليب جوز الهند يكون دافي. حطينا معلقه كبيره من الخل الابيض، وعندي حليب جوز الهند هحط بس منه معلقتين صغيرين دلوقتي. ونقلب الدقيق بالمعلقه كويس جدا، وبعد كده هنحط الكوبايه اللي هي ميكس زيت على سمن. يعني ايه ميكس زيت على سمن؟ يعني الكوبايه دي نصها زيت ونصها سمن. بس انت لو عاوزه تحطيها كلها زيت عادي مفيش مشكله، عاوزه تحطيها كلها سمن برضو عادي مفيش مشكله. بس انا بحب اعمل ميكس بين الزيت والسمن عشان الفايش بيطلع حلو جدا وطعمه احلى لما تعملي خليط بين السمنه والزيت. هنحط بقى حليب جوز الهند شويه بشويه ونقلب، ومش هنحطه مره واحده الكوبايتين. حطينا اول كوبايه من حليب جوز الهند، وهنحط الكوبايه التانية شويه بشويه. طب هي خدت قد ايه من حليب جوز الهند بالظبط؟ هي خدت كوبايتين وربع من حليب جوز الهند، على حسب نوعيه الدقيق. يعني انا ساعات بعمل الفايش بياخد مني كوبايتين بس من حليب جوز الهند، وساعات بياخد مني كوبايتين وربع. ليه؟ لان في دقيق بياخد سوائل كتير، وفي دقيق بياخد سوائل صغير قليله. فانتوا ممكن تاخد معاكم كوبايتين من الحليب جوز الهند، وممكن تاخد معاكم كوبايتين وربع. انا هنا خدت معايا بالظبط كوبايتين وربع، والعجينه بقت عجينه ناعمه خالص، وعجينه مطاطيه ومش بتلزق في الايد، وزي ما انتوا شايفين عجنتها 10 دقايق بالظبط. لو عندك عجان بقى يبقى يا بختك اعجنيها في العجان. انا هنا دهنت الطبق بتاعي بشويه زيت صغيرين، وهحط العجينه بتاعتنا نلفها زي الكره كده ونحطها في الطبق. العجينه حلوه جدا، شايفين عجينه مطاطيه ومش بتلزق في الايد ولا حاجه، وكمان لازم العجينه تكون ناعمه في ايدك كده. هندهن وش العجينه بتاعتنا بشويه زيت ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لغايه ما تكلبس كده وحجمها يتضاعف. العجينه بتاعتنا كلبظت وحجمها اتضاعف وما شاء الله بقت حلوه جدا، وملت الطبق زي ما انتوا شايفين. هندهن ايدينا بقى شويه زيت ونبتدي نفرغ الهواء من العجينه، وننزل بالعجينه بتاعتنا على الرخامه، ونروح ملفينها كده زي الرول، ونقطعها 4 قطع. انت بقى بتقطعيها حسب الرغيف اللي انت هتعمليه، تقطعيها على 5، تقطعيها على 6. انا بحب اقطعها على 4. بكون مجهزة صينية جنبي وحاطة فيها دهنها شوية زيت يعني، واقطع الكرات على 4 كرات. انا كده قطعت 2، وهقطع الكرة التالتة اهي، يبقى هم عملوا معايا 4 كرات زي ما انتوا شايفين. هنغطي دول بقى بفوطه نضيفه من فوط المطبخ، والكره اللي معايا ديت اللي انا بلفها هفردها بقى على الرخامه. هنرش شويه دقيق صغننين كده زي ما انتوا شايفين، ونفرد العجينه بتاعتنا بالنشابه زي ما انت شايفه. ممكن تفرديها على شكل دايره، وممكن تفرديها على شكل مستطيل، مش هتفرق معانا لان في النهايه هنلفها رول، فمش هتفرق معانا. بس اهم حاجه لازم يكون سمك العجينه نص سنتي، يعني ما تخليش العجينه خفيفه معاكي. شايفين العجينة حلوة جدا اهي، شايفين القوام بتاعها نص سنتي. هنبتدي بقى نلفها رول زي ما انتوا شايفين كده. العجينة عشان معجونة كويس بتتلف معاكي بكل سهولة، والنتيجة هتطلع معاكي الصراحة نتيجة مبهرة من أول مرة. هنقفل بقى عليها كويس جدا من تحت زي ما انتوا شايفين، ولازم تتأكدي اني قفلتي عليها من تحت، وتقفلي بوز الرغيف زي ما انت شايفة كده. لازم تقفلي بوز الرغيف. هتكوني جايبة صاج بقى او صينية، وتكوني دهنها شوية زيت، وتحطي الرغيف بتاعك اللي انت لفتيه زي رغيف الفينو كده. لازم الحتة اللي انت قفلتيها تكون من تحت في الصاج. هفرد معاكم برضو كرة تاني عشان تشوفوها. هنرش برضو شوية دقيق صغننين، ونبتدي نطبطب العجينة بايدينا كده، وبعد كده هنجيب النشابة ونفردها، وزي ما قلت لكم تفرديها دايرة مستطيل، في النهاية ان احنا هنلفها رول. ونسيبها بقى بعد ما بنلفها زي رغيف الفينو كده، بنسيبها لغاية ما حجمها يتضاعف،
وبعد كده بندخلها فرن البوتاجاز على الرف اللي في النص على درجة حرارة 220. اول ما يتحمر الرغيف من تحت بولع له الشواية من فوق 5 دقايق عشان ياخد الوش الذهبي اللي هوريه لكم. شايفين بيتلف ازاي؟ بيتلف بكل سهولة. طول ما العجينة معجونة كويس تأكدي ان الحاجة هتطلع معاكي كويسة. لازم تقفلي عليها من تحت كويس جدا وتقفلي البوز كويس جدا وتحطيها في الصينية. بنلفه زي رغيف الفينو مفيهوش تعب ولا اي حاجة، بس برضو لازم تكوني دهنة الصاج بتاعك شوية زيت صغيرين، والحتة اللي انتي قفلتيها لازم تكون في الصاج من تحت. بتتلف معاكي بسهولة وما فيهاش تعب ولا اي حاجة. احلى حاجة ان انتي تعملي الفيش في البيت، النتيجة بتطلع الصراحة مبهرة، وكمان بتتأكدي من نظافة الحاجة اللي انتي عاملاها. بس اهم حاجة في الفيش دوت ان انتي لازم تقفليها كويس جدا من تحت، ولازم الحتة اللي انتي قفلتيها تكون في الصاج من تحت. الصراحة يعني مش عاوزة اقول لكم طعمه تحفة في منتهى الجمال، والنتيجة مبهرة من اول مرة. شايفين الحجم؟ هو دوت الحجم اللي احنا عملناه. هنستنى بس عليه نص ساعة ونغطيه لغاية ما الحجم بتاعه يتضاعف. الحجم بتاعه اتضاعف وكلبز وبقى في منتهى الجمال. هندخله الفرن على 220 لغاية ما يتحمر من تحت، وبعد كده نديله وش من فوق ونولع له الشواية. طلع العيش بتاعنا القمر اهو زي ما انتوا شايفين. اول ما يبرد خالص نجيب السكينه بتاعتنا، لازم تكون السكينه مشرشره يعني السكينه حاده كمان، ونقطعها زي ما انتوا شايفين كده. ولازم ما تتخنهوش قوي يعني الحته ما تكونش تخينه قوي. ولازم كمان اهم حاجه ان انت تقطعيه وهو بارد. لو قطعتي الرغيف وهو سخن هيفرود منك، يعني هيتكسر منك وهيطلع زي حتت من من العيش كده. فانت لازم تصبري عليه لما يبرد، وبعد كده تجيبي سكينه حاده وتقطعيه زي ما انت شايفه كده. الصراحة يعني النتيجة مبهرة من أول مرة، ولونه حلو جدا وريحته كمان تحفة. يا جماعة جربوه بجد بجد على ضمانتي، هيطلع معاكم فايش صيامي في منتهى الجمال. جبت الصاج ورصيته فيه، وهندخله فرن البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة خالص، ونقلبه على الوش ده والوش ده لغاية ما يتحمص معانا. اتحمص معانا الفايش زي ما انتوا شايفين اهو، وبقى ناشف معانا ومتحمص وفي منتهى الجمال. الصراحة ريحته جدا حلوة جدا وطعمه تحفة. ما شاء الله كيلو الدقيق عمل لي الطبق دوت، غير كمان اللي خده ابني. الصراحة طعمه حلو جدا وكمية حلوة جدا. جربوه بجد على ضمانتي. شايفين اهو يعني طالع تحفة وبيتكسر، يعني شايفين فايش حلو جدا وبيبقى مقرمش وفي منتهى الجمال. يعني الفايش طالع مقرمش وفي منتهى الجمال ومحمص. يلا بقى لو عجبكم الفايش الصيامي بتاعي اللي هو الفايش النباتي، ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو مش مشتركين معايا في القناة تشتركوا. لو عجبكم الفيديو طبعا ممكن تشتركوا، ولو مش عجبكم الفيديو برضو قولولي رأيكم في التعليقات. وبألف هنا مقدما. فايش طعمه في منتهى الجمال. ومن أهم الملاحظات إن انت لما تيجي تحمصيه في الفرن لازم تكون درجة حرارة الفرن متوسطة ما تكونش عالية، وتقلبي على الوش ده والوش ده لغايه ما يتحمص، وبألف هنا مقدمه.